السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله نتكلم عن اشعة الركبة او الني اكس راي. هنعرف مع بعض في الفيديو ده ايه هي اشعة الركبة وليه بنعملها، وايه الاوضاع الاساسية اللي لازم اي فني اشعة يعرفها. الفيديو ده مهم لاي فني اشعة او اي حد عايز يفهم اكتر عن مجال الاشعة. صلى على النبي كده ويلا بينا نبدأ. اول حاجة قبل ما نعرف اصلا ايه هي اشعة الركبة، خلينا نعرف دايما زي ما احنا متعودين ايه هي الركبة اصلا. الركبة هي اكبر مفصل في الجسم من حيث الحجم، وبتربط ما بين عظام زي الفخذ وعظمة الساق اللي هي تحديدا عظمة التibia، وفيها عظمة صغيرة كده بيسموها عظمة الصابونة أو بالاسم العلمي الرضفة. الركبة مسؤولة عن ثبات الجسم والحركة، وبتسمح بالانحناء والاستقامة وحركة بسيطة في بعض الحالات. أهم أجزاء الركبة زي ما اتكلمنا عندنا عظمة الفيمور وعظمة التibia وعظمة الباتيلا. ده معناته إن عظمة الفيبولا مش بتكون مفصل الركبة أو مش بتشترك في تكوين مفصل الركبة. طبعا الركبة مش بس بتحتوي على العظام اللي بتكونها، بل برضو بتحتوي على أربطة، ومنهم أشهر 4 أربطة. مش ضروري تعرفهم، ولكن أعرف بس إن هي تحتوي على 4 أربطة، والغضاريف اللي هي بتبقى بين العظام لتخفيف الاحتكاك. بعد ما عرفنا إيه هي الركبة وتشريحها، خلينا نعرف إيه هي أشعة الركبة دي. هي عبارة عن تصوير باستخدام الإكس راي، هدفها إن أنا أشوف العظمة أو مفصل الركبة بشكل واضح، ونعرف إذا كان في كسور فيها أو وجود خلع أو الالتهابات، وبرضه نقيم الرضفة والمفصل نفسه. تمام. امتى بقى بنطلب أشعة الركبة دي؟ احنا بنعملها ليه أصلا؟ عادة الفحص بيتطلب في الحالة ديت، عادة بنعمل فحص الركبة لأسباب زي إصابة مباشرة أو حوادث للركبة، أو وجود ألم شديد أو تورم فيها، أو اشتباه في وجود كسور أو خلع، والمتابعة بعد عمليات الجراحية زي تثبيت شرايح ومسامير وتركيبها. آخر حاجة هنعرفها مع بعض في الفيديو وهي الأوضاع الأساسية لأشعة الركبة. باختصار كده في حوالي وضعيين أساسيين فقط اللي هما الإي بي واللاترال، وفي وضع سبيشال هنتكلم عنه في الفيديو ده وهو وضع اسمه سكاي لاين. هنبدأ بأول وضع وهو وضع اي بي فيو. المريض بيكون واقف أو نايم على حسب، يعني مثلا لو الدكتور عايز يشوف إذا كان فيه خشونة ولا لأ، فبنضطر إن احنا نعمل الركبة واقف. أما مثلا في الحالات العادية فبنضطر إن إحنا بنعمل الركبة وهو قاعد على الترابيزة. الركبة في الحالة ديت لو هو نايم على الترابيزة أو حتى هو واقف بتبقى مستقيمة تماما، يعني ما بتبقاش مايلة، والسنتر اير دايما زي ما احنا متعودين إن هو بيكون في منتصف العضو اللي بنصوره. هنا في الحالة ديت هيكون في منتصف الركبة أو في الركبة مباشرة. والهدف دايما إن إحنا نشوف مفصل الركبة بالكامل بالعظام اللي بتكونه زي ما عرفنا الفيمور والتibia وكمان الباتيلا، وكمان برضو الفيبولا بس من فوق، علشان ممكن يحصل فيها كسر او حاجه. تاني وضع معانا هو وضع لاترال او الوضع الجانبي. المريض بيكون نايم على جنبه، وفي الحاله ديت احنا بنتني الركبه بزاويه حوالي من 20 ل 30 درجه، ولازما هنا تاني الركبه مهم جدا. يعني انت تتني حاجه بسيطه حوالي من 20 ل 30 درجه، تمام، في الوضع الجانبي تحديدا. وفي الوضع ده احنا بنشوف الرضفه من الجنب والفراغ بين العظام، واي كسور او خلع بيكون موجود في جانب الركبه. اخر وضع هنا هنعرفه هو وضع سبيشال وهو وضع سكاي لاين او اسمه سان رايز فيو، والوضع ده معمول تحديدا لعظمه الرضفه. هنا انا بقدر اشوف عظمه الرضفه ديت من الاعلى. المريض طبعا هنا ليها طريقتين لعملها، ممكن المريض يكون قاعد عادي على الترابيزه او ممكن يكون نايم، والموضوع بيختلف على حسب قدره المريض. في كلا الحالتين الركبه بتبقى متنيه بزاويه 45 درجه، والأشعة هنا بقى بتتوجه من أعلى الرضفة لأسفل الرضفة، من الأعلى للأسفل. والهدف هنا إن أنا أقيم عظمة الرضفة وعلاقتها بالفخذ، وأشوف لو كان فيها أي خلع أو التهاب فيها. وبكده نكون اتكلمنا عن أشعة الركبة، وعرفنا إيه هي الركبة وتشريحها، وعرفنا إيه هو الفحص وإمتى بنعمله وإيه الأوضاع الأساسية الضرورية ليه. الفحص سهل جدا لكنه مهم في تحديد الكسور أو وجود خلع أو وجود التهابات اللي ممكن تحصل في المفصل ده. لو عجبك الفيديو يا ريت فضلا وليس أمرا الدعم بلايك واشتراك في القناة علشان توصل لك الفيديوهات المرتبطة بسلسلة فحوصات الأشعة السينية. واستناني الفيديو الجاي بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.